بص انا داخل في الفيديو ده سخن بقى عشان ايه والله ما عشان حاجه، لسه انا في ثالثه ثانوي والضغط زاد عليا عشان فاضل شهرين على الامتحانات. وانتوا لازم اقول لكم في اي فيديو اشتركوا وحطوا لايك والكلام ده، وانا ما بعرفش اقول الكلام ده. عزيزي الاكتئاب. في وقت كتابة سكريبت الحلقة ديت 84 منكم مصوتين على المنشور اللي في المنتدى عشان تختاروا اللوجو الجديد، فخلصوا بقى ما فاضلش كتير على ال100 ونحط اللوجو الجديد. لكن خلينا ندخل في موضوع الحلقة. ما هو الترند؟ الترند هو نمط او اتجاه معين بيحصل عليه تكرار وانتشار واسع خلال فترة زمنية قصيرة، وبيتم ملاحظته في سلوك الافراد على السوشيال ميديا او في السوق او حتى في ثقافات الشعوب، وده تعريفه العلمي اللي انا لسه مخترعه دلوقتي. يعني ببساطة اي حاجة بتبدأ تنتشر وتتشاف كتير في وقت قليل تبقى ترند. والترند ده مش حاجة بعينها، هو اي حاجه حرفيا. ترند الفضايح، ترند الرقص، ترند اللا منطق، زي اللي بيشرب شامبو يتصور مثلا، ده ممكن يطلع ترند. مش دايما الترند بيكون حاجه جامده، ساعات بتكون تفاهه بتلم ملايين المشاهدات، وساعات فكره عبقريه ما حدش بيشوفها. يعني من الاخر هو عالم ملوش كتالوج بس كله بيجري وراه. المهم انا زوز واحد مش بيعرف يهزر ودمه تقيل. لو شايف ان دمي خفيف كمل الفيديو ده للاخر لو عايز تتسلى، ويلا بينا نبدا الفيديو. الترند يا باشا هو الباور بانك بتاع السوشيال ميديا، يشحنك فجأة وتلاقي نفسك منسي بعد ساعتين. انت ممكن تصحى تلاقي نفسك ترند عشان طلعت هزيت مثلا، او عشان قلت جملة ملهاش اي معنى زي ما تيجي نعمله واحد، ما تيجي نعمله واحد، ما تيجي نعمله واحد، ما تيجي نعمله واحد. يعني لو عملت فيديو دلوقتي وانا بلعب مع المكنسة، ممكن اصحى الاقي نفسي ضيف في برنامج توك شو بيقولوا لي عرفنا انك من محافظة الفيوم عشان حضرتك متصور وانت بتنط على الفراخ. الترند بقى زيه زي الجو في مصر، ملوش كتالوج. فجأة الجو برد، فجأة الجو حر، فجأة في واحد بيغني في السوق وبقى نجم المهرجانات. قادر تندمني على الايام. عارف الغريب؟ الترند مش دايما عن موهبه او حاجه جامده، ساعات بيبقى عن الناس قالوا حاجه عشوائيه والناس حبتهم عشان عشوائيتهم، او واحده طلعت عملت والناس حبتها عشان او واحد يقول لك انا بحب البس كلوت فتله من اللي هو المطاط ده، الناس كلها لا 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 احا القدوه يا جدعان مش ممكن. وفي يومين تلاقيه بيطلع على اعلان لبسه ويقول لك كلوت ابو فتله يخليك تحل اتخن معادله. بس كده يا سيدي، تعالى بقى نشوف اتفه ترندات انا شفتها. في اسم سمعته وانا في نص السنه كده وما كنتش فاضي، امتحانات على دروس كانت كتير في نص السنه. اشوف بقى مين صاحب الاسم ده. انا سمعت رول البلد من هنا، جه في دماغي على طول انها مثلا اخت باشا البلد، مرات باشا البلد، اكس باشا البلد، او اي حد من محارم باشا البلد. عشان لما افتح التيك توك في يوم كده الاقي ماسوره رقص ضربت في وشي، وساعتها عرفت مين هي رول البلد. باختصار شديد دي واحده بنت 100 ناقة. محتواها كله عباره عن وكفايه كده عشان الموضوع كله حرام في حرام وانا مش ناقص ذنوب. بس انا لما اقول رول البلد فطبيعي يجي بعدها على طول على المتلازمه نفسها او الترند نفسه، عشان اول ما طلع باشا البلد بدا ينقسم ميتوزيا ويطلع منه عده تفرعات زي فالنتينو البلد، ست البلد، ست البلد يا جدعان، روش البلد، روش العالم، روش الكون. يعني البلد كلها داخله الجنه. بس ده اكتر ترند عجبني ما بين العته ده كله، عشان اكتشفت حاجه وانا بقلب في الترند ده، وهو ان باشا البلد واحد بس. بس الترندات ما بتخلصش يا جماعه، لان فجاه كده وانا قاعد في امان الله لقيت الناس كلها بتقول امك تحت الترابيزه، ومش تحت بس، لا عادي ممكن تلاقي فوق الترابيزه. ومنظري وانا بتفرج بيبقى عامل كده. والمشكله ان الترند ده هايبر مره واحده ونص الشعب المصري عمله. تخيل كده نص الشعب المصري امهاتهم تحت الترابيزه، وكل ده ماشي عادي لحد ما عرفت ان الدنيا بقت بالبيستاشيو، الماده اللي بتتحط على كل حاجه. لا 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 مش قصدي بالحاجات دي، لا كل حاجه حرفيا، زي ترعه بالبيستاشيو، رنجه بالبيستاشيو، ماسك بالبيستاشيو. فدي نصيحه مني، عايز تشقط واحده حط عليه بيستاشيو، سيبك بقى من ميكاو وشغل الكاريزما ده، لا 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 هو حط عليه بيستاشيو واتعامل. بس في سؤال مش هينفع اقفل الفيديو ده غير لما اقوله، ليه الناس بتحب تتفرج على الهري ده؟ انا بقالي فتره بسال السؤال ده مش على سبيل الفلسفه يعني، انا بس حرفيا مش قادر افهم ليه لما فيديو في حد بيهري ويطلع يقول كلام ملوش معنى بتلاقيه جايب 3 مليون مشاهده، ده اقل حاجه، وتحت كومنتات من نوع انا مش قادر اتنفس من الضحك، الواد ده هيبقى عالمي، وانت قاعد تبص كده تقول طب هو قال ايه؟ هو فين الضحك؟ ولا انا اللي مش طبيعي؟ المشكله مش في الترندات بس، المشكله اننا بقينا بنحب نشوف حاجات زي كده بنستمتع بيها وندور عليها. لو لقيت فيديو متعوب عليه متمنتج فيه فكره عادي نعديه كده على السريع، لكن لو واحده طلعت تقول بس انا ما كنتش متخيل تلاقي الناس كلها عامله شير، ورمضان التوخي راح يعمله بالاسلوب الايماني بتاعه يا فريدة، بس ده مش شباب الاسلام، مش ده الامه، مش ده الجيل
الموضوع مش بس هزار، الموضوع فيه سلوك. احنا بقينا بنحب الحاجات اللي تخلي دماغنا فاضيه، مش عشان وحشه، لا، عشان احنا تعبنا، الدماغ عايزه ترتاح، حتى لو ده معناه ان احنا نقعد نضحك على واحد بيقول ولاك في الاخر البصل الاحمر. وانا مش ضد الضحك، انا اخر واحد ممكن يطلع يقول لك اقفل السوشيال ميديا واقرا كتاب، بس انا بقيت بسال احنا بقينا بنستقبل ايه ونقدر ايه ونضحك على ايه. وفي النهايه ترند مش بس هو اللي بيحدد انت مين، ترند بيطلع لان في ناس سابوا حياتهم وقعدوا يتفرجوا على حياه غيرهم. بس انت مش معمول عشان تتفرج، انت معمول عشان تعيش. خلي عندك حياه تملى قلبك مش بس موبايلك. خلي كل يوم عندك ترند بس لنفسك، ومش كل اللي بيضحك الناس يضحكك، مش كل اللي بيكسب المشاهدات يستاهل وقتك. وفي الاخر الترند هينام والناس هتنسى، بس انت لو معرفتش تعيش محدش هيعيش لك. سلام.